السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أسعد حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل المحشي، محشي الكرنب. الله عليه وعلى جماله، ملك المحاشي، كلنا طبعا بنحبه، اوعى حد يقول ما بحبوش. طبعا من الأكلات الشتوية اللي طبعا محبوب جدا إن احنا نعملها في الشتاء. هو المحشي طبعا بأنواعه كلها، بس طبعا أنا النهاردة هعمل مع حضراتكم محشي الكرنب. طريقته سهلة جدا وما بياخدش مننا وقت بإذن الله. بس الأول بستأذنكم اللي ما اشتركش في قناتي يتفضل يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد بإذن الله. يلا بقى نشوف المحشي ده عملناه بسرعة ازاي. جبنا كرنباية حلوة كده وجميلة زي ما احنا شايفينها كده. طبعا الأيام ديت الكرنب البلدي طبعا وجماله وحلاوته أحلى كرنب الأيام بتاعت الشتاء ديت، هو الكرنب البلدي. طبعا جبنا الكرنبايه جميله كده وبدأنا دلوقتي ان احنا نقطعها علشان هبدأ اسلقها. دي طريقتي في تقطيع الكرنب. انا ما بعملش فيه اي حاجه غير ان انا بشيل الراس بتاعته بس، وما بحبش ان انا يعني اقطع منه الورق علشان ما يتبهدلش، وبسيبه زي ما هو كده، وببدأ طبعا اجهز له الميه بتاعه السليق. طبعا الميه طبعا حطيتها على النار، هي بدأت دلوقتي خلاص تغلي معايا اهو. ما شاء الله، طريقه سلق الكرنب سهله جدا. هبدأ دلوقتي انزل في المية السخنة كده بمعلقة كمون. دي حاجة برضك مهمة علشان يعني الكمون بيديله ريحة حلوة كده. هبدأ دلوقتي انزل بالكرنباية بتاعتي واحطها كده في المية وابدأ اقلبها. خلي بالكم انا يعني الكرنب ما بياخدش سليق كتير او وقت كتير في المية. يا دوبك بس انا لما بحس ان هو دبل بطلعه، ما بسيبوش يستوي، لان انا لو سبته يستوي في المية اثناء الحشو بقى باجي احشي مثلا الورق بتاعه ببص الاقيه يعني ما اعرفش ان انا امسكه ولا اعرف الفه كويس، وبيتهرم في ايديا وما بعرفش امسكه. فطبعا بديله نص سويه بس كده بسيط في الميه بتاعته. ما شاء الله. وبتابع بقى اول ما بيبدا احس ان الورقه كده بدات تدبل، ببدا ان انا اشيلها. طبعا انا مش عارفه مش عارفه طبعا ان انا اتحكم فيه كويس لانه سخن. فبدات طبعا اجيب له معلقه كده علشان اقدر اشيل بيها. هفضل بقى اطلع الورق كده ورقة ورقة لحد ما اخلص الكرنبية كلها، تبدأ كلها تبقى تتسلق معايا. طبعا الكرنب البلدي هو اكتر توقيت ليه دلوقتي هو التوقيت الشتوي. وكمان اللي بيبقى يحب يخزن الكرنب يبقى عنده دايما ورق الكرنب يبقى عنده في الديب فريزر. فافضل توقيت للتخزين هو التوقيت اللي احنا فيه ده. معروف طبعا ان الشتاء افضل خضار وافضل حاجة بتبقى موجودة فيه. خلاص انا كده هنا سلقت الورق بتاع الكرنب اهون. وطبعا انا طلعته من المية السخنة وحطيت عليه مية ساقعة على طول علشان يعني اوقف السوي بتاعه، لاني لو انا ما عملتش كده هيبدأ السوي بتاعه يعني هيفضل يستوي. لا انا وقفته بالمية الباردة. تعالوا بقى نشوف طريقة تقطيعي في ورق الكرنب. انا طبعا ببدأ اجيب الورقة واطبقها بالشكل ده كده، وابدأ اشيل العنق بتاعها من فوق كده، وبعدين بفردها كده زي ما احنا شايفين وارجع اطبقها تاني علشان هبدأ دلوقتي ان انا اقطعها، اقطع الورق اللي انا يعني على قد الصباع بتاع المحشي. طبعا انا هبدأ دلوقتي بالنسبة بقى اللي مش بيعرفوا يعني يقطعوا الحجم قد ايه. انا الحجم بتاعي حوالي 3 صباع من الورقة كده، بيبقى في مقاس 3 صباع. ببدأ ان انا اقطع. وطبعا انا مش كل ورقه هجيب واقعد اقيس فيها، لا انا خلاص خدت ان انا عرفت بعناية كده، عرفت انا التقطيع بتاعي بيبقى قد ايه. حابه تكبري شويه كبري براحتك، بس هو ده يعني حجم جميل جدا من الصباع، وبيطلع صغير كده وشكله لذيذ وجميل. طبعا كل الورق هيتقطع بنفس الطريقه. بجيب الورقه واشيل العنق بتاعها من فوق بالشكل ده، وبعدين ببدأ ان انا اقطع الورقه كده زي ما احنا شايفين. طريقة سهلة جدا. ودي بردك طريقة تخزين الورق أو ورق الكرنب. بعمله بنفس الطريقة بالظبط، وبقطعه وبجهزه وأرصه على ورق فل.
وابدا ادخله في الديب فريزر، بيبقى موجود عندي طول السنه لو انا محتاجه اعمل محشي في اي وقت، وخصوصا في ايام شهر رمضان بيبقى طبعا متوفر عندي. في اي وقت بطلع ورق الكرنب وابدا ان انا اعمل محشي كرنب، بدون بقى طبعا ما اشيل هم سليق، ويعني بيبقى الحاجه جاهزه في البيت، بتبقى نعمه بصراحه. فدي طريقتي برضك في التخزين، يعني لو انت هتخزني اعملي نفس الطريقة، بس اهم حاجة ما تسويش الورق تسوية كتيرة يعني. هنا ما شاء الله خلصت الكمية، وهبدأ دلوقتي امسك الورقة بالشكل ده كده، وهبدأ دلوقتي افصل بقى كل صباع عن التاني. هقطع الورق بالشكل ده عشان اعمل كل صباع لوحده. ما شاء الله طريقته سهلة جدا، مفيش حاجة صعبة. احنا لو حبينا نعمل اي حاجة هنعملها. والمحشي يعني ممكن يتلف معاكي بسرعة الصاروخ لو انت اتبعتي الخطوات اللي انا بعملها دي ان شاء الله. خلاص انا هنا هخلص الكمية كلها، وبعدين هبدأ اعمل بقى الصلصة بتاعة المحشي. تعالوا بقى نشوف الصلصة بتاعة المحشي انا بعملها ازاي. معايا هنا حوالي 4 بصلات مبشورين بالشكل ده كده. طبعا كمية من الزيت، انا بحب احط في المحشي زيت. وبحط البصل على الزيت كده، وابدأ دلوقتي ان انا يعني اصفره بس كده. ما شاء الله هنا البصل دبل معايا خالص اهوت. انا طبعا يعني ما بحاولش ان انا احمر البصل خالص. لا انا بديله بس تسفيره بسيطه كده زي ما احنا شايفين. وبعدين بنزل بالطماطم عليه. معايا طبعا طماطم صلصه طماطم او طماطم متسبكه. وابدا دلوقتي انزل عليه على البصل بالشكل ده كده. علشان يبقى خفيف، لو انا حمرت البصل قوي بيبقى تقيل شويه. لا كده خفيف على المعده، وبيبقى يعني وبديله طعم كمان والله جميل جدا، احسن كمان ما بتكوني محمره البصل. ما شاء الله هنا التسبيكه بدات اتسبكت معايا اهيت. هبدا احط التوابل، طبعا معلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه، وكمان فلفل اسود، وكمان ملح. المحشي ما بياخدش توابل غير اللي انا قلتهم. الكزبره، دي شطه، معلقه شطه كمان معايا اهي. معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود، نص معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الكمون، نص معلقه من الشطه، ودي حسب الرغبه. وبحط كمان الملح بتاعي، بردك الملح ظبطيه تبع يعني ما انت عاوزه. وهبدأ دلوقتي ان انا اقلب كل التوابل مع بعض بقى، واسيبها بس تتسبك شويه كمان. طبعا انا هنا غسلت الرز طبعا وصفيته. كميه الرز بتاعتنا الرز المصري العادي خالص، غسلته وسبته يتصفى علشان ما يبقاش فيه ميه، وبعدين بدأت احطه في البوله ديت، علشان هبدأ دلوقتي ان انا احط عليها التسبيكه. كانت خلاص التسبيكه بتاعت المحشي اتسبكت ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله التسبيكه حمرا وجميله ازاي، واخده حقها بجد يعني ما شاء الله. دلوقتي بقى كمان هجيب الخضره، عندي تشكيله من الخضره بتاعت المحشي اللي هي الشبت وبقدونس وكزبره، تشكيله حلوه كده من خضره المحشي. طبعا بحطها يعني بحط الكميه اللي معايا ديت كلها على الرز كده، والصلصه طبعا بتاعت المحشي او تسبيكه المحشي. دي بقى السر الجميل او التكايه الجميله بتاعتي اللي انا دايما احب اعملها في المحشي. هي ايه؟ ان انا جبت بصلايه، وجبت عليها طماطمايه، وحطيتهم في الكبه كده وفرمتهم كويس قوي مع بعض، وعليهم معلقه كمون. وبدات طبعا ان انا افرمهم كويس قوي وانعمها خالص. وبعدين نزلت على خلطه المحشي الجميله بتاعتنا دي كده. دي بقى بتدي للمحشي طعم روعه روعه بجد والله. جربوا الطريقه دي، تكايه جميله قوي قوي، بتخلي المحشي ليه طعم تاني خالص. طبعا دلوقتي انا خلاص جهزت الحشو بتاع المحشي، وهبدأ دلوقتي ان انا اجهز بقى الحلة اللي هحشي فيها.
طبعا انا يعني فاكرين العنق اللي انا كنت بشيلها من الورق، انا طبعا عملتها فرشه هنا في ارضيه الحله اهي، علشان يبقى اخر صباع في المحشي ما يتحرقش مني، بتحملي اخر صباع في المحشي. وطبعا جبت بصلايه كده وقطعتها طرنشات وبدات اعملها فرشه برضك، عشان تدي للمحشي طعم كده وريحه جميله قوي. الطريقه ديت جميله جدا، ديت طريقتي على طول في عمل المحشي. دلوقتي بقى انا هبدا هحشي بقى الورق كده بتاع الكرنب اللي معايا. طبعا انا مجهزاه ومجهزه كل حاجه اهيت. طريقه الحشو سهله جدا، ما فيهاش اي صعوبه. ببدا اجيب الورقه كده زي ما احنا شايفين، وبحط كميه من الرز، كميه بسيطه طبعا لان الرز طبعا بيزيد. وببدا الف الصباع بالشكل ده. اظن كلنا بنعرف نعمل المحشي وبتعملوه كمان احسن مني، ما شاء الله. حاجه كده خفيفه ولذيذه. انا بجد لما بتبع الخطوات دي كده بحس ان المحشي ما بياخدش معايا وقت خالص، وبيخلص معايا على طول. طبعا بعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة دي. آه، بس بقى طبعا مش مش هحشي بقى الواحد المحشي كله قدامكم، لا، هخلصه كله وارجع لكم تاني. هلف كل الكمية بالشكل ده كده. طريقته سهلة جدا زي ما احنا قلنا. وابدأ ارص في الحلة بتاعة المحشي. يلا شجعي واعملي محشي لأولادك، وخليهم يتدفوا من البرد اللي احنا فيه ده، وكمان بتعملي لهم وجبة جميلة جدا. هنا رصيت الصوابع كده بالشكل ده. ما شاء الله خلصت الحلة كلها وخلصت الكمية كلها. بجد ما خدش وقت مني، لاني اتبعت الخطوات اللي انا قلت عليها في الاول، سهلت عليا عمل المحشي. دلوقتي بقى انا جبت يعني حوالي معلقة ملح كده ورشيتها على وش حلة المحشي، علشان هبدأ دلوقتي اضيف له الشوربة. وهحط الشوربة على يعني على المحشي كده، علشان هحطه بقى على النار. طبعا انا معايا هنا حوالي كوبايتين من الشوربة. هحط عليهم معلقة من صلصة الطماطم كده، او صلصة المحشي اللي انا كنت مسبكاها في الاول. كنت سبت معلقة كده بحيث ان انا احطها على الشوربة، علشان تخلي المحشي بتاعي كده يبقى لونه احمر كده وجميل. المعلقة الصلصة ديت جميلة جدا، بتدي يعني بتخلي المحشي كده يبقى كله صباع كده، يبقى لون التاني، يبقى احمر كده وجميل، ما شاء الله. وهبدأ دلوقتي ان انا احط الشوربة بتاعته. بس خلي بالك ما تحاوليش ان يعني المحشي يتغطى بالشوربة. لازم المحشي يكون باين معاكي كده، ما يكونش متغطي خالص بالشوربة، علشان ما يتهرش منك. وطبعا الشوربة لازم تكون سخنة. خلاص كده. هبدأ دلوقتي ان انا احطه على النار، واول ما يبدأ يغلي معايا هبدأ اهدي النار عليه. وكمان في حاجة كمان بحب اضيفها للمحشي قبل ما يعني ما يستوي. بجيب حوالي معلقة من السمنة البلدي كده، وابدأ ارشها على وش المحشي من فوق. بجد بتدي طعم جميل جدا جدا للمحشي. دي طريقتي على طول في عمايل المحشي. يلا بقى نولع عليه عشان يستوي. ما شاء الله ده استوى معانا اهو، وبقى جاهز خلاص، وكمان هنقدمه. الله عليه، ريحته تحفة وجميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه بطريقتي، وكمان تردوا عليا بقى وتقولوا لي رايكم ايه في التكايه بتاعتي اللي انا عملتها مع في المحشي. وكمان قدمنا معاه فراخ بلدي، وكمان قدمنا شوربة لسان عصفور. اكل لذيذ جدا وجميل جدا. يلا اعملوا بقى المحشي وما تكسلوش. يا رب النهارده الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.